ما حدش شاف بهدلة قد ما أمنا العذراء شافته. ست البنات الحقيقة إنه ست البنات وهي عايشة على فكرة على الأرض قالت في التسبيحة بتاعتها: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، نظر لاتضاع أمته وقالت: هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، إلا إن ما حدش شاف بهدلة قد ما أمنا العذراء شافته. وده يبين لنا إنه القداسة مش بتبان على الأرض، يعني ما تستناش الناس تطوبك وانت عايش، لأنه لو حصل كده الحقيقة ربنا يخاف عليك، لأنه الكبرياء حرب صعب جدا وحرب الذات رهيبة الحقيقة يعني. فنشوف كده أمنا العذراء وهي ما اتذمرتش، ما قالتش ليه البهدلة دي كلها، على ايه البهدلة، هو لازم يعني يحصل فيا كل ده، يعني مش كفاية ان انا قبلت، مش معقولة كده، ليه بقى الكلام ده كله. تعالوا نشوف كده الحقيقة أمنا العذراء لما قبلت البشارة وبقت حامل، الحقيقة من أول نظرة يوسف النجار ليها، الحقيقة يتقال كده في كتاب المقدس: أراد تخليتها سرا. يعني إيه؟ لأنه كان راجل بار وقديس، مفروض إنه شايف بنوتة صغننة خطيبته، يعني هو ما بيلمسهاش وما لمسهاش، بقت حامل، يبقى في حاجة، فالمفروض في الشريعة إنها ترجم، لكن لأنه راجل طيب قال نمشيها في الديرة كده ومحدش يدرى بيها، لولا إنه ربنا أرسل ملاك وقال له: ما تخافش، ده الروح القدس حل عليها واللي في بطنها ده يدعى عليه، فما تخافش وخليها معاك. فدي أول نظرة شك احتملتها العذراء من غير ما تتكلم. طيب بس كده؟ لا، الحقيقة فضلت ال9 شهور، الإنجيل ما ذكرش، لكن ده طبيعي جدا، هي في مكان بسيط الحقيقة ووسط ناس بسطة، فهم شايفين بطنها عمالة تكبر، ويوسف راجل شيخ كبير، يعني ايه المنظر ده؟ اكيد سمعت لها كلمتين 3 وكل شويه كانت بتسمع لها كلمتين 3. عملتي ايه امنا العذراء؟ في صمت وهدوء وسكوت، قبلت الحقيقه التعب. طيب هتولدي بقى يا امنا العذراء، ده انت جاي منك المخلص، هتولدي فين؟ هتولدي فوق قصر عالي كبير. كلنا عارفين قصه الميلاد، مزود فقير بسيط محدش قبل يستضيفها في البيت. طب يا أمنا يا عطر مش هتقولي له ليه بس البهدلة دي؟ طب حتى بقى عادي يعني زي بقية الستات، أولد حتى في بيت طبيعي يعني في حتة نظيفة، لكن ليه كده؟ الحقيقة قبلت بسكوت، والأكتر والأكتر لما كبر الصبي وحصلت مذبحة بيت لحم، وهيرودس كان عايز يقتل كل الأطفال اللي في سن ربنا يسوع لكل المجد. الحقيقة ظهر الملاك ليوسف وقال لهم: يلا بينا اهربوا من هنا على مصر، وجموا وباركوا أرضنا مصر. اوعوا تفتكروا الرحلة كانت سهلة، الرحلة كانت صعبة جدا، لأنه مفيش بقى نايل كروز وباص مكيف كانت رحلة صعبة جدا الحقيقة، ومعاهم طفل صغير، وهي نفسها كانت بنوتة صغيرة ما كانتش كبيرة على فكرة. العجيب كمان إنه كل بلد كانوا يدخلوها علشان معاهم طبعا الطفل يسوع، كانت الأوثان بتاعت مصر بتقع، لأنه في الوقت ده كانت لسه مصر وثنية، ما كانتش لسه قبلت الإيمان، فكانت متخيلين بقى مصر والتماثيل والحاجات الكتيرة، كل ما يروحوا مكان التماثيل كلها تقع، يعني ربنا يسوع دخل المكان فطبعا التماثيل كلها تتهد على الأرض، فكان يحصل اضطهاد عليهم، فالناس يقولوا: انتوا ازاي بدخولكم بس التماثيل وقعت، مش عايزينكم، يلا امشوا من هنا، يلا امشوا من هنا. فحتى في رحلتهم في مصر ما كانش مرحب بيهم، لأن كل ما يدخلوا مدينة وثنية الأوثان تقع. وعلى فكرة قصة لطيفة نحكيها، يعني هي قصة كنيسة العذراء العزباوية، الحقيقة دي كنيسة موجودة لغاية دلوقتي تقدروا تزوروها، والقصة بتاعتها لطيفة، إنه كان في حقل في المكان ده، وكان في راجل فلاح بيزرع بطيخ وبيرمي البذور، فعدت العائلة المقدسة جنبه، وبعدين يوسف النجار قال له: ممكن أطلب منك طلب؟ لو الجنود جم علشان يدوروا علينا، لأنه كان في جنود مبعوثين وراهم طبعا من قبل هيرودس عشان يقبضوا عليهم، فقال له: لو الجنود دول جم سألوا عليك، أنا مش عايزك تكذب ولا تقول حاجة، بس قول لهم هم كانوا هنا لما كنت برش بذر البطيخ، يعني لسه بزرع البذرة في الأرض، وده اللي انت بتعمله. عدت العائلة المقدسة وعدى يومين، الجنود جم فسألوا الراجل، فالراجل قال لهم: هم كانوا هنا لما كنت بحط البذر في الأرض. وبعدين الراجل بيبص بطيخ، لقى إنه الحقل كله أصلا مليان بطيخ. طب البطيخ ده بياخد قد ايه عشان يكبر وينمو ويطلع كل حاجة؟ عشان تطلع البطيخة تبقى كبير بياخد وقت في الزراعة، مش في يومين طبعا يعني.
فالحقيقة الجنود بصوا لقوا البطيخ كبير، قالوا أوه! يبقوا هنا كانوا من هنا من زمان، إحنا كده شكلنا مش هنلحقهم، نقعد بقى نريّح، لو كانوا قريبين كنا لحقناهم. وأخدوا يعني فترة لطيفة إن هم يقدروا يهربوا فيها بهدوء من غير ما يكون الجنود بيجروا وراهم، ودي كانت قصة من قصص العائلة المقدسة في مصر. لكن المقصود الحقيقة إن أمنا العذراء قبلت كم رهيب من البهدلة علشان خاطر تبقى أمنا العذراء. فاوعى تفتكر إنك لما تتبهدل شوية على الأرض، أو الناس ممكن تقول فيك حاجات مش كويسة عشان خاطر إيمانك، خلي بالك، أو عشان خاطر أنت بتعمل الصح، اوعى تتهز، ما تخافش. كل القديسين ما نالوش الكرامة دي على الأرض، نالوها في السماء. فخلينا نتعلم من ست البنات تكون عينينا على السماء، ولو اتعرضنا لإهانة عشان خاطر اسم ربنا، نشكر ربنا ونقول له يا رب احسب لي الإهانة دي عندك، علشان لما أجي السما أفرح وأتهلل. ربنا يفرحنا كلنا ويثبتنا بشفاعة ست البنات أمنا العذراء.